مجلس إدارة الزمالك يضرب ولا يبالي. حسين لبيب ضرب اتحاد الكورة والشركة الراعية والنادي الأهلي في مقتل. إلغاء مباراة الأهلي والزمالك الودية في كأس بغداد اللي المفروض هتلعب في العراق يوم 13 مارس اللي جاي. بسبب إيه بقى؟ بسبب إن نادي الزمالك ومجلس إدارته رفض ارتداء تيشيرت الأهلي. طلع علينا المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا بيكذبوا علينا كالعادة ويقول لك إن سبب إلغاء المباراة هو إن مارسيل كولر رفض خوض الماتش أو خوض المباراة بسبب انشغال الأهلي بمباريات الدوري الممتاز وكأس العاصمة الجديد والاستعدادات لمباريات دوري أبطال أفريقيا. ما هو الزمالك برضو عنده دوري وكأس العاصمة وعنده كمان كأس الرابطة وعنده كأس مصر اللي انت مش مشارك فيها. ما كانش عنده أي مشكلة إنه يلعب الماتش. السبب الحقيقي هو رفض نادي الزمالك ارتداء تيشيرت النادي الأهلي كبروتوكول تعاون من الشركة الراعية للمباراة. أي حد هيقول لك أي سبب تاني ده شغل السوشيال ميديا والجيم. شكرا مجلس إدارة الزمالك.